صديقي الجميل يلي عملت لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلت كمان الاشعارات، عايز اقولك بجد بجد شكرا جدا جدا لدعمك. ويلا نبدأ. ده هو هيون، شاب فاشل وعايش حياة بائسة. هيون عايش على حلم ان الزهر يلعب معاه ويشتغل في شركة من الشركات النظيفة اللي بتقبض بالدولار دي، وبيتمنى ان الحظ يضحك له ويقب على وش الدنيا بقى، لكن من جواه بيكون حاسس ان ده حلم مستحيل يتحقق. وعشان كده بيروح لعرافة فاشلة بتوهم الشباب انها بتشوف المستقبل واللي هيحصل في البومة الملحدة دي، وهي اخرها اصلا تشوف سبيستون. وبتتكلم العرافة دي مع هيون وبتقوله ان حياته هتتحسن الفترة اللي جاية وكل احلامه هتتحقق. فبيفرح هيون وبيطلع 200 جنيه كده وبيديها لها وبيقول لها تعرفي لو حياتي ما اتحسنتش يا وليه يا ابو منتي هرجع واعمل منك شاورما. وبيمشي ويسيبها وبيفضل طول الطريق يفكر في حياته البائسة. وبنعرف انه لا عنده حبيب ولا قريب ولا حتى كلب يربيه. وفي اللحظة دي بيشوف شاب غني وراكب عربية باين عليها انها غالية، فبيتضايق اكتر وبيحس قد ايه هو فقير. وبيشوف الشاب ده وهو بيدي ورد لحبيبته فبيحس ان حياته مثالية وبيتمنى ان حياته تكون شبه حياة الشاب ده. وبعد كده بنشوف الشاب اللي هيون شافه وهو بيدي الورد لحبيبته، وبنعرف ان الشاب ده اسمه سونج. وبيبان ان علاقته مع ايون حبيبته مش احسن حاجة، وده لان ايون شايفة انه شخص مهمل وبتقول له بص من الاخر كده انا زهقت منك وعايز انفصل عنك. فبيتريق هو عليها وبيقول لها انها فرفوره وقلبها ضعيف ومش هتقدر تنفصل عنه. وبيكمل اكل عادي بكل لا مبالاه. فبتتعصب عيون وبتقوله انها هتسيبه وهترجع لحبيبها القديم. وبتلاحظ عيون انه مش مصدقها، فبتقوله انها ما كانتش بتتكلم عن حبيبها القديم لانها بتحب الخصوصيه. وبيحس سونج انها بتحور عليه وبيطلب منها تعرفه على حبيبها القديم ده. فبتتوتر ومش بتكون عارفه تخرج من الموقف ده ازاي، وبتقوله يديها كام يوم وهتعرفه عليه حاضر. وبنرجع لهيون اللي بيكون بيقدم الطلبات، وبنعرف انه شغال جرسون في مطعم وراضي عادي جدا. لكن بقى اللي مش عادي انه بيقابل صاحبه اللي من اعدادي وبيعرفه انه عامل حفلة لم شمل لكل اصحابهم، وبيتريق عليه لانه بيخدم عليهم بدل ما ينضم ليهم. فبيحس هيون بالاحراج وبيقول له لا طبعا انا اقدر اقعد معاكم عادي جدا. وبيسيب الشغل وبيقعد جنبهم وهو بيفكر في اللي المدير هيعمله فيه لما يشوفه. وبيحس بالاحباط لما بيعرف ان كل واحد من صحابه ليه شغله ومستقر، وبيكون في كام واحد منهم متجوز ولسه هو لا اتجوز ولا حتى عارف يلاقي شغلانه مستقره. وبيحس بالاحباط اكتر وبيندم انه قعد معاهم وبيتمنى لو كان يقدر يمشي ويسيبهم. وبعد كده بيكون هيوم ماشي مع صحابه وفجاه شنطته بتقع وبتتفتح وكل اللي فيها بيقع جنبه، وبيكون باين من محتويات الشنطه انها بتاعت بنت، وده لان كل الحاجات اللي فيها لونها بينك. وبيبص اصحاب هيون عليه كده بصدمه، فبيحس هيون بالاحراج ومش بيقدر يقول لهم ان البينك هو لونه المفضل، وده لان اللون ده معروف عنه ان البنات هي اللي بتحبه. وبيمشي هيون وهو حزين وبيفتكر ازاي الناس كلها كانت بتتريق عليه بسبب حبه للون البينك ده. وبنكتشف بقى اصلا ان هو مجنون بحبه للون ده لدرجة ان اوضته كلها لونها بينك. وبيكون متضايق لان كل اللي حواليه بيشكوا فيه بسبب حبه للون ده. وبيقرر يتعرف على بنات عشان يثبت انه شاب طبيعي، وبيفتح موقع من مواقع التعارف لكنه مش بيقدر يعمل كده، وده لان ثقته في نفسه معدومة. وبيقفل الكمبيوتر بتاعه وبيقعد يجلد نفسه وبيفتكر اليوم اللي حبيبته قررت انها تنفصل عنه فيه، وبيقول لنفسه ايه ده، يعني لا حياة عملية ولا حياة رومانسية ولا راحة مالية. وبيفضل يبكي وبيحاول يقنع نفسه ان كل ده مؤقت وفي يوم من الايام حياته هتتحسن. وتاني يوم بيروح للعرافة وبيزعق لها لانه حياته ما اتحسنتش زي ما قالت له، وبيكون عايز يرجع ال 200 جنيه اللي خدتهم منه. فبتقول له انها عرافة ومش ساحرة يعني، ومش هتقدر تقول له حياته هتتحسن امتى بالظبط. وبتطلب منه يصبر، وبيتكلم هيوم معاها وهو مكسوف وبيقول لها انه شاكك انه مش طبيعي، وده لان مفيش علاقة حب نجحت معاه. فبتنصحه العرافة انه يكشف ويطمن على نفسه من باب الاحتياط يعني، لكن هو طبعا بيكون شايف ان الموضوع ده غريب ومريب، لكنه بيقرر يجرب برضه. وبيروح مستشفى متخصصة في علاج امراض الذكورة وبيقطع تذكرة وهو مكسوف وبيدخل اوضة الكشف وهو اصلا مش متخيل انه بيعمل في نفسه كده. وبعد دقايق بتدخل الدكتورة اللي هتكشف عليه وبتتصدم لما بتشوفه وبتسأله انت ازاي هنا وبتكشف في مكان زي ده اصلا. فبيبص لها بتوتر كده وبيقول لها يعني هي جت عليا انا، على الاقل انا هكشف مرة واحدة وهمشي، لكن انت بقى شغالة في المكان ده على طول. وبنكتشف ان الدكتورة هي تبقى الحب الاول لهيون، وبنعرف انها ايون اللي شافها في البداية صديق الجميل وكانت معاه في الثانوية وتعرف عليها بالصدفة بعد ما انقذها من شاب بيضايقها، ومن بعدها بدأوا يحبوا بعض. وبيبص لها هيون وهو متضايق لانه قابلها في موقف زي ده وبيحس انه هيموت من كتر الاحراج، وبيلاقي ان شكله وحش قوي ومش بيكون عارف يتكلم، علشان كده بينزل بسرعة من على سرير الكشف وبيمشي وهو متوتر. وبتسرح ايون كده وبتفتكر لما قالت لسونج انها كانت بتحب واحد احسن منه، وبنعرف انها كانت ناوية تعرفه على هيون لكنها
لكنها بتكون مترددة من بعد ما لقيته بيكشف عندها. وبعد كده بترجع البيت وبتتكلم مع اختها اللي مهووسة باليوجا شبه الأستاذة ياسمين صبري بالظبط، وبتلاحظ اختها انها زعلانة وبتسألها عن السبب، فبتعرفها انها قابلت الشخص اللي كانت بتحبه ايام الثانوي لكنها كانت مقابلة مش لطيفة خالص، وبتعرفها انه كان مريض عندها. فبتتريق اختها عليها وبتقولها هو يكشف عندك احسن ما يكشف عند غيرك. وبتلاحظ اخت ايون ان اختها اتضايقت من هزارها، فبتخف الهزار شويه وبتنصحها تحاول تقابله وتتكلم معاه يمكن تطلع ظلمه اصلا. وبنروح لهيون اللي بيروح للعرافه وبيكون ماشي حزين ومتدمر بسبب الحاله اللي وصل لها، وبيفضل يشرب عصير ليمون وبيحكي الهموم للعرافه وبيقول لها انه عايز يدفن نفسه بسبب الاحراج. فبتقول له وانت لسه فاكر تدفن نفسك يا بائس؟ ده لو حد تاني مكانك كان دفن نفسه من سنين. وبعد ما بتجرحه بكلامها ده بتديله منديل يمسح بيه دموعه اللي هي السبب فيها اصلا الولايه البومه. وتاني يوم هيوم بيفوق من النوم وبنلاحظ حتى سريره لونه بينك، ده ناقص يلون شعره كمان بالبينك. وبيكتشف ان التليفون بتاعه مش معاه، فبيقعد يجلد نفسه شويه على الصبح لانه ضيع التليفون. وبعد كده بيشوف ايون فبيتفاجئ لما بيلاقيها بتعزمه على الغدا والعشاء كمان، فبيقول لها الاتنين سوا ده انا اخر واحد عزمنا على كوبايه عصير قصب خلانا حاسب ليا وليه كمان. وبيقرر يروح معاها بما انها فرصه مش هتتكرر، وبيروحوا سوا للمطعم. وفي اثناء الكلام بتلاحظ ايون ان هيون لابس بنطلون بينك، فبتتضايق لانه لسه متمسك باللون العجيب ده، لكنها بتتجاهل الموضوع عشان ما تبوظش الخروجه. وبتقوله ما يحسش بالاحراج لانه كشف عندها، وبتعرفه انها تقدر تفرق بين الشغل وحياتها الشخصيه، وبتحاول تعرف منه حياته ماشيه ازاي. فبيبص لها هيون بتوتر كده وبيقول جواه ماشيه بظهرها وحط عليا كمان، وبيكون هيحكي لها ماشيه ازاي، لكنه على اخر لحظه بيقرر يحسن من شكله قدامها وبيكذب وبيقول لها انا شغال مدير في شركه الكترونيات، وبتوسع منه قوي وبيقول لها انه مرتبه كبير. وبعد الخصم بيصفي على 50 مليون وون. وطبعا يوم بتكون منبهرة من اللي هي بتسمعه ده، وبتلاقي ان دي فرصة كويسة علشان ترتبط بواحد احسن من سونج وتندمه، وده لانه اهملها والمسكينة ما تعرفش انها هي اللي هتندم بقية حياتها دلوقتي. وفي الوقت ده بيتكلم سونج مع اخت ايون وبيسألها عنها، فبتعرفه انها بتقابل حبيبها الاول. وبيتضايق سونج وبيقول لها بتقابل حبيبها ازاي يعني؟ امال انا ايه كيس جوافة؟ وبيزعق لاخت ايون، فبتقول له انا مالي يا لمبي وبتمشي وتسيبه. وبيرجع سونج المستشفى وهو بيفكر في كلام ايون لما قالت له انها ترجع لحبيبها القديم اللي هو احسن منه، وبيكون خايف انها تسيبه بجد وبيقرر يتصرف بسرعه قبل ما تنفصل عنه. وبنرجع لهيون اللي بيكون بيودع عيون ومبسوط جدا من نفسه عشان كذب عليها وعرف يندمها انها انفصلت عنه، وبيقرر بقى انه ما يقابلهاش تاني علشان ما يتكشفش. وبعد ما بيسيبها بيروح المستشفى علشان يسأل على تليفونه اللي نسيه وقت ما مشي مستعجل، وبيشوفه سونج وبيعرف ان تليفونه معاه وبيخرجه من جيبه وبيعزمه على كوبايه شاي. فبيشكره هيون وبيعرفه انه لازم يمشي لانه شغال بدوام جزئي ولو اتاخر هيطرد. وفجاه سونج بيلاحظ ان هيون لابس كوتش لونه بينك، فبيتريق عليه وبيقوله لابس اللون الجامد ده ازاي. فبيفهم هيون انه بيتريق عليه وبياخد ما تبقى من كرامته وبيمشي. وبعد كده سونج بيتكلم مع عيون وبيسالها عملت ايه مع حبيبها القديم، فبتقوله انه شخص مفهوش غلطه وبتكون مبسوطه لانه غني وبيقبض 50 مليون في الشهر. وبيفهم سونج من كلامها انها بتتكلم عن هيون، وبيفتكر لما قاله انه شغال بدوام جزئي وبيضحك عليها من غير ما يعلق على كلامها، وبيقرر يسيبها تتصدم بالحقيقه علشان ترجع له ندمانه بقى. وتاني يوم ايون بتتفاجئ لما بتشوف يوم بيكشف عند سونج، وبتحس يوم بالاحراج وبتحاول تدار الموضوع وبتقول له ايه وحشتك بالسرعه دي وجاي تشوفني؟ فبيتريق سونج عليها وبيقول لها احب اقول لك ان حبيبك اللي جاي يشوفك حالته الماديه صعبه عشان كده ما تكتبلوش على علاج غالي. وبيعرفها ان هيون كدب عليها لما قال لها انه غني، فبيتضايق هيون من كلام سونج وبيمشي بسرعه ومش بيرد على هيون اللي بتنادى عليه. وبعد ما هيون بيمشي بتروح هيون تتكلم مع سونج وبتقوله انها مش هترجع له حتى لو ما ارتبطتش بهيون، وبتمشي وتسيبه وهي متعصبه. وبنرجع لهيون اللي بيكون ماشي في الطريق وهو بيفتكر اللي حصل معاه وبيتمنى انه يختفي من العالم كله، وفجاه بيحس انه مش قادر يتنفس، فبيروح يقعد على جنب وبيحاول يهدى وبيعيط كده وهو بيصبر نفسه ان حياته هتتغير في يوم من الايام. وفجاه بينهار وبيفتكر انه بقاله سنين بيقول لنفسه كده ومفيش اي حاجه بتتحسن، وبيقرر انه يفلسع نفسه خالص وبيروح يقف فوق سطح بيته لكنه بيكون خايف ينط، ما هو العمر برضه مش بعزقه. وفجاه بيسمع صوت ايون وهي بتقول له انزل يا خايف، فبيبص لها باستغراب كده وبيسالها ازاي عرفت عنوانه، فبتقول له لا ولا حاجه، قلت لهم اكتر شخص بائس في المنطقه فين، فالمدينه كلها دلتنا عليك.
فبيتضايق هيون اكتر وبيقول لها على فكره ممكن انط حالا بسبب كلامك ده. فبتقول له ان هو عيل نحس ولو نط هيتشل ومش هيموت اصلا وهيعيش بقيه حياته يعاني. فبيقتنع هيون بكلامها وبيقرر انه ينزل ويشيل فكره الفلسعه دي من دماغه خالص. وبيفتكر هيون ذكرياته مع يون وبيفتكر قد ايه كانوا بيحبوا بعض وبيتمنى ان الايام دي ترجع. وبيسالها لو ممكن في يوم من الايام ترجع تحبه تاني. فبتقول له انه مفيش حاجه مستحيله وبتعرفه انها لسه شايفاه لطيف وبتطلب منه يبقى يجيلها المستشفى عشان تساعده في العلاج. وبنعرف من كلامهم ان هيون عنده شويه مشاكل شخصيه ما ينفعش نقول عليها علشان احترام الخصوصيه يعني وكده صديقي الجميل. وبتمشي هيون وهي بتفكر في حاله هيون وبتقرر انها تحاول تساعده باي طريقه. وبعد كده بيروح هيون للعرافه وكالعاده بيشكلها الهموم اللي بالكوم. فبتقول له كان يوم اسود يوم ما اشتغلت عرافه وبتعرفه انها جالها اكتئاب بسببه. وفي اللحظه دي هيون بينهار وبيفضل يبكي. فبيصعب على العرافه وبتحس بالذنب لانها كلمته بالطريقه دي وبتقرر انها تسمعه. وبنروح لهيون اللي بتعرف اختها انها قررت تعالج هيون. فبتستغرب اختها وبتسالها ليه هتعمل كده. فبتفهمها ان هيون صعبان عليها وبتقرر انها تعالجه وبعدها تبعد عنه. وده لانها مش هتقدر ترتبط بواحد هي عالجته بنفسها. وتاني يوم هيون بيروح المستشفى وبيكون متردد ومكسوف ان يدخل وبيقرر يرجع بسرعه. لكن هيون بتشوفه وبتشجعه عشان يدخل وبتقوله انه لازم يتعالج. وبتعرفه انها هتحاول تعالجه في اسرع وقت وبتقدر تقنعه انه يدخل معاها ومش بتضيع وقت وبتبدا العلاج على طول. وبعد ما بتخلص هيون اول جلسه بتعرض على هيون توصله لبيته. وهناك بتتفاجئ لما بتشوف اوضته اللي كلها بينك في بينك. وبتقوله ان الاوضه شكلها غريب جدا لدرجه ان اللي يشوفها يفتكر على طول اوضه اميرات ديزني. وبياخدها الفضول وبتفتح تلاجته وبتتفاجئ لما بتلاقي عنده عصير ليمون وبتنصحه يبطل يشربه لانه هيأثر بالسلب على العلاج. وبتقوله انه لازم يغير حياته واول حاجه يعملها هو انه يتخلى تماما عن اللون البينك ويعيش زي اي شاب طبيعي. فبيتخض هيون من الفكره وبيقول انه ممكن يتخلى عن حياته شخصيا لكن ما يتخلاش عن حبه للون البينك. فبتقول له هيون انت عبيط يا ابني انت فعلا بتحب اللون البينك للدرجه دي؟ فبيقول لها ايوه انا ما اقدرش اتخلى عنه ابدا ده زي بالظبط المريض اللي عنده تسلخات وما يقدرش يستغنى عن الكناكومب. فبتقرر هي تتجاهل موضوع اللون ده وبتغير له نوعيه الاكل اللي بياكلها والروتين اليومي بتاعه. وبتقول له على شويه نصايح هتسرع نتيجه العلاج بتاعه وبتقترح عليه انه يمارس رياضه. فبيتوتر وبيقول لها انا ما مارستش اي نوع من انواع الرياضه قبل كده. فبتطمنه وبتعرفه انها هتفضل جنبه وهتساعده. وبتاخده لحمام السباحه وبتقول له انها هتعلمه السباحه. ومن اول ما هيون بينزل في الميه بيصرخ وبيقول انه هيغرق. فبتبص له هيون باستغراب كده وبتعرفه ان ده حمام سباحه للاطفال اصلا. فبيحس هيون بالكسوف كده وبيقوم يقف عادي جدا وبيكمل تدريب. وبالصدفه بيكون صاحب هيون موجود في المكان وبيتفاجئ لما بيشوف هيون معاه وبيقول له انه طلع خلبوص ومش سهل خالص وعرف يرتبط ببنت جميله. وبيقدم نفسه لهيون وبيعرفها انه صاحب هيون من ايام الاعدادي وبيعزمهم على العشاء. وبتلاحظ هيون ان صاحب هيون بيبص لها بنظرات مش لطيفه كده وبتفهم انه عايز يقرب منها. فبترفض تخرج معاه وبتاخد هيون وبتمشي. وفي الطريق بقى هيون بتلاحظ ان هيون ساكت اغلب الوقت وده بيخليها تحس بالاحباط وخيبه الامل. وبتفهم انها هتعاني معاه في مرحله علاجه لكن على الرغم من كده بتقرر تكمل. وبتسرح كده بتفكيرها وبتفتكر الفرق بين شخصيه هيون ايام المدرسه والفرق في شخصيته دلوقتي ومش بتكون متخيله ان ممكن حد يتغير بالشكل المرعب ده خلال كام سنه بس. وتاني يوم بيكون هيون قاعد في نص الطريق وبيشرب كوبايه عصير قصب وبيسمع واحد بيتخانق مع جاره وبيتهمه بان الكلب بتاعه اعتدى على الكلبه بتاعته وخلاها حامل. وبيدافع الجار عن كلبه وبيقول له ان كلبه ابيض والكلبه بتاعته خلفت جار اسود ومعنى كده بقى انها عملت عملتها مع كلب تاني. وبيتخانقوا الاتنين مع بعض وصوتهم بيجيب لاخر الشارع وبيكون هيون متابع خناقتهم وبيبقى عايز يقول لهم كبرتوا الموضوع والله يا شباب دول مجرد كلاب يعني. لكنه بيقرر يسكت وما يتدخلش عشان ما يسمعش كلمه تضايقه وهو بالصلاه على النبي كده مش ناقص اي حاجه تضايقه. وفجاه بتيجي هيون وبتقطع تركيزه مع الخناقه وبتقول له فكك منهم دول عالم فاضيه. وبتاخده عشان يشتري لبس جديد بدل لبسه الغريب العجيب اللي كله بينك شبه سعاد حسني في اغنيه الحياه بقى لونها بامبي. وبعد معاناه طويله بتختار له حاجه كلاسيك شيك كده وعليها القيمه وبترمي هدومه القديمه. وبعد ما بيخلصوا بتاخده المركز يعمل له مساج عشان تساعده يهدي اعصابه. وهناك يوم بيتصدم لما بيشوف البنت اللي هتعمل له مساج وبتكون ده حبيبته اللي انفصلت عنه من سنتين وقالت له انه مش نافع في اي حاجه. وبيبص لها وهو متوتر وبيكون متضايق من كميه المواقف المحرجه اللي بتحصل معاه. وبعد ما جلسه المساج بتخلص بتتفاجئ يون لما بيشوف يون واقف مع حبيبته القديمه وبيتكلم معاها وبيسالها عن احوالها. وبتفهم من كلامهم ان حبيبته القديمه مفكره ان على علاقه بيها. فبتفضل مركزه قوي معاهم وبتتفاجئ لما بتعرف ان هيون كان بيحاول بكل الطرق ان ينجح علاقته مع حبيبته القديمه لكنها هي اللي كانت مصممه تنفصل عنه. وده لانها كانت شايفاه نحس وفقير وبتعتذر له حبيبته على اللي عملته معاه. وبتكتشف يون ان هيون فقد ثقته في نفسه بسبب انفصاله عن حبيبته. وبعد
وبعد كده بتتكلم ايون مع هيون وبتحاول تعرف منه تفاصيل عن علاقته بحبيبته القديمة، لكنه بيرفض يتكلم في الموضوع وبيستأذن منها وبيمشي. وبعد ما بيمشي هيون بتكون هيون متضايقة، وبالصدفة بتقابل سونج اللي بيلاحظ انها متضايقة وبيسألها عن السبب كمان، فبتقوله انت مالك انت، وبتمشي وتسيبه. فبيسرح سونج كده وبيفتكر ايام ما كانوا هو ويون مرتبطين وبيحبوا بعض، وبيندم لانه ضيعها من ايده بسبب معاملته اللي كانت جافة معاها، وبيكون متضايق وبيتمنى لو يقدر ياخد فرصة تانية عشان يصلح اللي عمله ويرجع علاقتهم زي الاول. وتاني يوم بتروح ايون تقابل هيون وبتتكلم معاه وبتسأله لو كان ناوي يكمل في العلاج اللي بدأ فيه، وبتقوله انها مستعدة تدرس عشان تلاقي طريقة جديدة تعالجوا بيها. فبيشكرها وبيقولها ان موضوع العلاج ده مش عاجبه لكنه هيكمل فيه عشان ما يضيعش مجهودها على الفاضي. فبتقوله ايون انها مش هتخذله وبتسيبه وبتروح المستشفى، وهناك بتتكلم مع صاحبها بخصوص حالة هيون وبتطلب منه نصايح عشان تقدر تعالج هيون في اسرع وقت. فبيقولها بصي، بعيدا عن الطب وكل حاجة، جربي تبقي حلوة ووقتها تحركي مشاعره. والفكرة دي بتعجب ايون وبتقرر تنفذها، وبالليل بتعزم هيون على العشاء وبتجهز نفسها وبتبقى حتى برفان ريحته جميلة علشان تلفت انتباه هيون. لكن اول ما هيون بيدخل اللمبة بتتحرق، فبتجيب له ترابيزة علشان يقف عليها وبتقوله دي شكلها كده بداية مبشرة، وبتتضايق لكن بالرغم من كده بتحاول تقرب من هيون، لكن هيون بيخيب توقعاتها وبيبعدها عنه. ولما اللمبة بتشتغل بيقول الله النور جه اهو، خليكي بقى محترمة. فبتحس هيون بالاحراج من رفض هيون ليها وبتقرر تلغي فكرة الرومانسية وتبطل ملاغية، وبتتكلم معاه بكل احترام وبتسترجع معاه ذكرياتهم ايام ما كانوا في ثانوي، وبتقوله انه كان شخص لطيف لدرجة انها بعد ما خلصت ثانوي كانت بتتمنى ان يحصل اي صدفة تخليها تقابله، وبتكون مستغربة انه اتغير قوي كده. فبيقول لها والله كنت فرفوش بس حياتي البائسة خلتني منطفئ وكئيب كده، وبيكون هيقلبها حزن كده. فبتقوله ايون لو انت عايز تعيط عيط لوحدك، انا ما عنديش طاقة ان انا اعيط بصراحة. وبتعرض عليه يقضوا الليلة سوا وبتديله فرشة عشان يغسل سنانه، وتقريبا كده البت ايون دي بتعامله على ان ابن اختها الصغير. المهم تاني يوم بيروح سونج يشتري ورد علشان يصالح ايون، وبيبان كده انه متعود يروح المحل ده على طول لدرجة ان صاحبة المحل بتكون عارفة نوع الورد اللي هو بياخده. وبعد ما سونج بيشتري الورد بيروح للمكان اللي ايون موجودة فيه، وبيتصدم لما بيلاقي فيه موتوسيكل هيخبطها وبيشدها بسرعة وبينقذها، وبيقولها الحمد لله انه وصلت في الوقت المناسب، لو اتأخرت دقيقة واحدة كنت حطيت الورد ده على قبرك يا بومة. وفجأة بيحس بالألم في دراعه، علشان كده ايون بتاخده للمستشفى، وهناك بتكتشف ان دراعه اتكسر بسبب قوة الوعي اللي اتعرض ليها وهو بينقذها. وبتكون ايون حاسة بالذنب اتجاهه، فبيقرر هو يستغل الفرصة وبيتكلم كأنه سوبرمان اللي انقذها من الموت، وبيقرر ما يضيعش الفرصة اللطيفة دي، وبيعرفها انه لسه بيحبها وبيعرض عليها يبدأوا من جديد. فبتسكت ايون وبتكون محتارة تقول له ايه لانها بتبقى لسه حاسة انه اتغير، وبعد تفكير بتطلب منه يديها فرصة تفكر تاني. وبعد كده بتروح ايون توصل سونج للبيت، وبتتفاجئ لما بتلاقيه بيسألها لو كان في حاجة بينها هي وهيون، فبتتوتر كده وبتقوله انه هيون مجرد صديق قديم ودلوقتي مجرد مريض بيتعالج عندها، وبتقوله اكيد يعني مش هحب شاب لابس بينك شبه البنات. وفي اللحظة دي هيون بيجي وبيسمعها وهي بتتكلم عنه بالشكل ده، وبيحس بالخذلان وبيقف مكانه من الصدمة. وبتتوتر ايون وبتقوله طبعا لو حلفتلك ان نيتي خير مش هتصدقني. فبيبصلها باحتقار وبيحطها في خانة الاشرار وبيمشي من سكات، وبيفضل طول الطريق يفكر فيها وبيفتكر كلامها لما كانت بتقنعه يتعالج، وبيفتكر الطريقة اللي اتكلمت بيها عنه، وبيكون حاسس بالحزن وندمان لانه وثق فيها. وبعد كده بيروح اوضته وبيقفل على نفسه وبينهار من العياط، وبيقرر ما يثقش في اي حد تاني. وبعد انهيار طويل بيقرر يتغير وما يبقاش انسان ضعيف، وبيمسح دموعه وبيروح لايون وبيقولها انه مش حابب يفضل ضعيف بالشكل ده، وبيطلب منها تساعده وتخرجه من الحالة اللي هو فيها دي. وبينهار وهو بيتكلم معاها وبيقولها انه عايز يعيش زي اي حد طبيعي ومش عايز يحس انه اقل من الناس اللي حواليه. وفجأة بيمشي ويسيبها، وبيكون سونج واقف بعيد وسامع كلامه، والاول مرة بيحس انه صعبان عليه. وبعد كده سونج بيتكلم مع هيون اللي بتكون بتشرب عصير ليمون، وبتبقى حاسة بالذنب اتجاه هيون، وبتقوله انها ندمانة على الكلام اللي قالته، وبتطلب منه يساعدها في انها تعالج هيون. فبيستغرب كده وبيقولها انا عايزة من حبيبك السابق يساعدك تعالج حبيبك الحالي، وبيعرفها انه مش مصدق حوار انها مش حاسة اي مشاعر اتجاه هيون، وبيقولها انه لسه بيحبها ومش هيستحمل يشوفها مع حد تاني. فبتقوله اهم حاجة بالنسبة لها حاليا هي انها تعالج هيون. فبيتضايق سونج وبيتأكد ان هيون عندها مشاعر اتجاه هيون. كمية اسماء ملخبطة صديقي الجميل، انا مش فاهم انت مركز معايا اصلا ولا لا، ولا حتى انت يا ابراهيم يا ابن خالتي. وتاني يوم هيون بتكون قاعدة في مكتبها وبتفكر تعتذر ازاي من هيون، وبتكون عايزة تكلمه بأي طريقة. فبيقطع تفكيرها صوت خبط الباب، وبتعرفها السكرتيرة ان هيون جه عشان يكمل علاجه. فبتحس هيون بالارتباك اول ما بتشوف هيون، وهو بيلاحظ ده وبيطلب منها ما تتكلمش في اي حاجة شخصية وتعامله على انه مجرد مريض وبس.
فبتتكلم ايون بجديه وبتقوله ان علاجه حالته مستعصيه، وعلشان كده كلمت صديق ليها وطلبت مساعدته. فبيتعصب هيون وبيقول لها صديق ايه اللي تطلبي مساعدته؟ حد قالك انك في منصه يربح المليون؟ وبيكون متضايق لانها فضحته وبيلوم نفسه لانه وافق انها تعالجه. فبتهديه وبتعرفه ان حاله الضعف اللي عنده بتاثر على الجانب النفسي، علشان كده لازم مساعده من حد بيفهم في الطب النفسي. لكن مش بيقتنع هيون بكلامها وبيكون ماشي، لكنها بتوقفه وبتحاول تقنعه انه بعد ما يتعالج حياته هتتغير وهيقدر يرتبط زي اي شاب طبيعي، وبتفهمه انه لازم يتخلى عن الكسوف خلال فتره العلاج. وبتصدمه وبتعرفه ان صاحبها اللي بيفهم في الطب النفسي يبقى سونج. فبيكون هيون متضايق اكتر، لكنه بيضطر يوافق وبيروح معاها لسونج اللي بيقول له ان اول خطوه في العلاج هي انه يتخلى عن هوسه باللون البينك، وبيخليه يغمض عينه ويقعد في الشازلونج كده علشان يبدا يعالجه. وبيساله عن اليوم اللي حب في اللون البينك. تخيل كده يا ابراهيم يا ابن خالتي ان حياتك تبقى بايظه بسبب حبك للون البينك. لا حول ولا قوه الا بالله يا جدع. المهم بيسرح يون كده بتفكيره وبيقول انه حب البينك من يوم ما شاف يون وهي لابسه فستان بينك وكان حلو عليها، وبيسرح اكتر بذكرياته وبيفتكر لما خرج مع يون وهي لابسه الفستان ده والازاز وقع عليها وهو حضنها عشان يحميها. وبيكمل كلامه وبيقول انه اتصاب، لكن يوم ما حصلهاش حاجه، ومن يومها وهو شايف ان اللون البينك وشه خير. فبيفضل سونج يبص ليون وبيكون حاسس بالغيره، لكن بالرغم من كده بيكمل الجلسه عشان مصداقيته كطبيب يعني. وبعد الجلسه يون بتتكلم مع سونج وبتكون حاسه بالذنب اتجاه يون لانه بقى مغرم باللون البينك بسببها. وبتقول له يا ريتني يا جدع كنت لبست اسود والله ابيض، هو كان لازم يعني اخرج روح السندريلا اللي جوايا. فبيقول لها سونج ان اللي حصل حصل والندم مش هيغير حاجه. وبالليل بيروح يون المكتبه وبيتفاجئ لما بيجيله اتصال من امه اللي ما كلمتهوش من فتره طويله، وبتساله لو كان في بنت في حياته. فبيقول لها لا والله يا ماما مفيش حد في حياتي غير الخوازيق والنحس واوقات الفشل معاهم. وبتكون امه مثل الام الفاسده وبتقول له يخلف من اي واحده ومش مهم يتجوز. فبيستغرب ان امه بتوجه له الرذيله وبيقول لها من لو عارف اخلف هتجوز. وبيقفل معاها قبل ما تقلب عليه المواجع اكتر من كده، وبيروح يقعد في مكان بعيد وبيقرا الكتاب وهو وحيد. وبيقطع عزلته بقى اصحاب الكلاب اللي بيكونوا لسه بيتخانقوا عشان يعرفوا الكلب خلفت من مين. فبيبص هيون للكلب وبيقول له بقى انت عرفت تخلف وانا لسه مش عارف ارتبط حتى. وبيمشي وهو بيحقد على الكلب كمان. واعتقد كده صديقي الجميل مفيش بؤس اكتر من كده. اقفل الفيديو. وبعد كده بيكون هيون ماشي في الطريق وبيفكر في احزانه، وبيتفاجئ لما بيشوف ايون وبيكون معاها ورد. وبيعتذر لها لانها اتكلمت عنه بشكل مش كويس وقالت انه مجرد حاله. فبيقول لها يعني هي جت عليكي؟ وبيعرفها انه بقى متعود على الحزن لدرجه انه بيحس ان في حاجه غلط لو عدى اليوم من غير ما يحزن. وبياخد الورد وبيمشي وهو متضايق. وفي الطريق يوم بتقابل سونج اللي بيعزمها على العشاء وبيكون مستغرب اهتمامها ازاي بهيون. فبتقول له انها بتعمل كده لانها مش عارفه تنسى انه دخل في حاله الهوس باللون البينك بسببها. ولما بتلاقيه مش مصدقها بتسيبه وبترجع البيت وبتبحث في كل الكتب اللي عندها عشان تعرف ازاي تعالج هيون. وتقريبا دي الميزه الوحيده من انك ترتبط بدكتوره صديقي الجميل. وتاني يوم بتروح تزور هيون في بيته، واول ما بتشوفه بتقلعه الجاكيت. فبيتخض هيون وبيقول لها كله الا كده. وبيتفاجئ لما بيلاقيها بترميه على السرير وبتقلعه الشراب كمان. فبيزعق لها وبيعتقد ان نيتها مش كويسه، لكنها بتوضح له وجهه نظرها وبتعرفه انها قلعته الجاكيت والشراب لانه لونهم بينك. وبتقول له انه لازم من اول النهارده يلبس زي اي شاب طبيعي، وبتخليه يلبس جاكيت اسود. وبتقول له انه في مشوار لازم يروحوا سوا. وبتلاحظ عيون ان هيون مش على بعضه وهيتجنن ويكون معاه اي حاجه بينك، وبيحاول ياخد المنديل البينك اللي جوه الشنطه. فبتزعق له وبتزق ايده وبتقول له من النهارده حياتك هتكون اسود في اسود يلا. فبيقول لها هي ناقصه سواد، ما هي سودا لوحدها اهي. لكن مش بتهتم يوم بكلامه وبترفض تديله المنديل. وبتاخده للمكتبه وهناك بتخليه يقرا كتب تنمي ثقته في نفسه. وبعدها بتروح معاه شغله علشان تراقبه اغلب الوقت. وبتكون كل حاجه ماشيه تمام لحد ما هيون بيشوف امه وبيمشي بسرعه علشان امه ما تعرفش انه شغال في مطعم بدوام جزئي وتحس بالاحباط. وبتروح عيون وراه وبتقوله انه لازم يكون واثق في نفسه اكتر من كده، وبتحاول تقنعه يخرج ويواجه امه. فبينهار هيون وبيقول لها ان الموضوع صعب قوي بالنسبه له وبيطلب منها ما تضغطش عليه. وبتلاحظ هيون ان حالته وحشه وعلشان كده بتقرب منه وبتحضنه وبتحاول انها تواسيه. وبعد ما بيهدى بتسيبه وبتروح تتعرف على امه وبتقول لها انها كانت صاحبه هيون في الثانوي، وبترحب ام هيون بيها وبتقعد تتكلم معاها عن هيون. وبعد ما بتخلص السهره بتودعها وبتمشي. وبتروح هيون تركبها في التاكسي كمان بنفسها عشان تطمن انها مشيت. وبعد كده بيتمشى هيون مع عيون وبيشكرها لانها شغلت امه علشان ما تشوفوش، وبيعزمها على عشاء كنوع من انواع الشكر يعني. فبتوافق ايون وبتروح البيت معاه وبتلاقي كل الاطباق بينك في بينك. فبتستغرب كده وبتقول له هي وصلت للاطباق؟ هو انا بتعشى مع باربي يالا؟ ولما بتلاحظ ان هيون اتضايق بتغير الموضوع وبتقول له انه طبخه حلو قوي وبتقضي وقت لطيف معاه. وبعد ما بيخلصوا عشاء بيروح هيون يوصل ايون للبيت، وفجأة الكعب بتاع ايون
هيون بيتكسر وبتشك انها زادت بسبب الاكل اللي كلته. مسكينه ما شافتناش بناكل ازاي. المهم بيشيلها هيون علشان ما تمشيش حافيه، وبتستغل هيون ان الجو هادي وبتحاول تدي طاقه ايجابيه لهيون، وبتقوله انه هيتعالج قريب قوي وحالته هتتحسن وهيكون زي اي حد طبيعي. فبيقولها انه واثق فيها وبيشكرها لانها واقفه جنبه من غير اي مقابل. وبعد كده بيرجع هيون بيته وبيجيله اتصال من امه وبتعرفه انها قابلت صاحبته اللي كانت معاه في الثانوي، وبتقوله انها ما ضيعتش الفرصه وخدت رقمها، وبتكون شايفه انها عروسه كويسه قوي. والغريب ان هيون مش بيهرب من الكلام عن الجواز، وبيقول لامه انه هيكون مبسوط لو اتجوز ايون، وبتبقى عينه بتطلع فراشات كده. وتاني يوم بيروح الجلسه التانية من العلاج، وفي مرحله التنويم المغناطيسي مش بيقدر يسيطر على نفسه، وبيعترف انه بيحب ايون. وبيبص له سونج بصدمه كده وبيكون متضايق وحاسس بالغيره، وبيتمنى لو يكسر له دماغه، لكنه بيحاول يهدى ويفكر نفسه ان مريض عنده. وبيكمل الجلسه من غير نفس كده. وبعد الجلسه بيقول له على ميعاد الجلسه الثالثه، وبيخليه يمشي بحجه انه مشغول ومش فاضي يتكلم معاه. وبعد ما بيمشي هيون بيعرض سونج على ايون انها تتعشى معاه، فبتحس ايون بالاحراج وبتضطر توافق. وفي الوقت ده بيكون هيون قاعد في الطريق وبياكل في امان الله، لكن فجاه بيدخل عليه 2 ضباط وبيطلبوا منه يوريهم شنطته. فبيتوتر كده وبيسالهم عن السبب، فبيقولوا ان في عمليه تهريب في المنطقه وهم بيدوروا على المهربين. فبيقول لهم بالله عليكم في مهرب بيمشي بشنطه عليها دبدوب، وبيمسك في شنطته كده. فبيشك الضباط فيه وبيشدوا الشنطه منه عشان يشوفوا اللي جواها. فبيتوتر هيون وبيحاول يشد الشنطه منهم عشان ما يشوفوش الحاجات اللي كلها بينك، لكن الضابط بيزقه بعيد وبيفتح الشنطه بسرعه. وبيتفاجئ لما بيشوف الحاجات اللي في الشنطه، وبيفتكر هيون نظرات صاحبه ليه، فبيطلع يجري قبل ما الضابط يحرجه بالكلام. وبيشك الضابط فيه لما بيجري وبيطلع يجري وراه وبيطارده المسافه بعيده جدا، لكن هيون بينجح في انه يهرب منه. وبيدخل بيته وبيقفل على نفسه وبيقعد في اوضته وهو مرعوب، وبيكون حاسس ان الشرطه ممكن تقبض عليه في اي وقت. وبيخاف لما بيلاقي جسمه كله بيترعش، وبيكون متضايق وبيفضل يجلد نفسه اكتر ما بيجلد نفسه كل يوم. وبيفتكر تنمر الناس عليه بسبب حبه للون البينك. وبنروح لايون اللي بتكون بتتعشى مع سونج، وبيبان ان سونج بيحاول يلطف الجو معاها ويرجع ايامهم مع بعض، لكن بيقطع هيون عليه اللحظه دي لما بيبعت رساله لايون وبيعرفها انه مش كويس وبيطلب مساعدتها. ومن غير تفكير ايون بتسيب سونج بسرعه وبتقرر انها تروح لهيون علشان تقف جنبه. وبنرجع لهيون اللي بيمسح دموعه وبيقرر ما يفضلش مستخبي، وبيخرج عشان يتكلم مع الشرطه اللي بيكونوا محاصرين البيت من بعد ما الضابط وصل لبيت هيون. وبيتكلم هيون مع الشرطه وبيقول لهم انه مش مجرم، وكل الموضوع انه بيحب اللون البينك ودي حريه شخصيه. ولاول مره كده بيتكلم بشجاعه وبيقول انه مش غلطان ومن حقه يحب اي لون هو عايزه. وفي اللحظه دي بتوصل ايون وبتسمعه وهو بيتكلم، وبتقرر ما تتدخلش وتسيبه يعتمد على نفسه. وبيتكلم هيون مع الضابط وبيعرفه انه هرب لانه كان خايف من نظرته ليه، فبيعتذر له الضابط لانه شك فيه من غير دليل. وبيزعق للصحافه علشان ما يصوروش حاجه. وبتقرب ايون من هيون وبتمسك ايده وبتاخده وبتبعد عن الشرطه، وبيروحوا يتمشوا شويه. وبتفرح لما هيون بيقول لها انه بدا يحس بالثقه، وبيكون حاسس انه بطل خارق لانه اتغلب على خوفه وقدر يواجه الشرطه ويدافع عن نفسه. وبيكون مبسوط لانه مفضلش قاعد في اوضته وخايف يواجههم. وبيعرفها ان ده اول مره يرفع صوته فيها، وده لانه طول عمره بيخاف يتكلم بصوت عالي. وبيشكرها وبيكون شايف انه وصل للمرحله دي بفضل مساعدتها ليه. وفجاه بيقرب منها وبيعمل لها تنفس صناعي كده على السريع. والغريب ان يوم مش بتعترض وبتندمج معاه الفسقه، وبيروحوا الفندق سوا وبيقرروا انهم يقربوا من بعض. لكن هيون بيبعد عن ايون وبيمشي فجأة وبيسيبها، فبتمشي ايون وراه وبتسأله ليه بيبعد عنها كل ما تحاول تقرب منه، فبيتجاهلها وبيمشي ويسيبها من غير ما يرد عليها. فبتتضايق ايون وبتقرر تمشي هي كمان. وفي الطريق بتقابل سونج اللي بيسألها كانت بتعمل ايه مع هيون طول الفترة اللي فاتت، فبتقول له والله هي ما ناقصاك انت كمان. وبتعرفه انها متضايقة وممكن تنفجر فيه في اي لحظة. وبتقول له بص تلاشاني علشانك مش عشاني، وبتمشي وتسيبه. فبيتضايق سونج من الطريقة اللي ايون كلمته بيها، وبيروح يشرب ويتنيل وهو متضايق قوي، وبيفكر في الطريقه اللي كلمته بيها تاني. وفجاه بيشوف هيون وبيلاحظ سونج ان هيون كمان متضايق، فبيعزمه على العشاء وبيتكلم معاه بخصوص علاقته بايون، وبيحاول يوصله انه مش مهم بالنسبه لها. وبيقوله ان كل اللي ايون بتعمله علشان تعالجه من مرضه وملهوش اي علاقه بالمشاعر الشخصيه. وبيحاول يقنعه ان لو كان اي حد مكان ايون كان عمل زيها بالظبط. وبيفهم هيون ان سونج هيضايقه اكتر، فبيمشي ويسيبه. وبعد كده بيكون هيون فاتح فيس وبيتصدم لما بيكتشف ان في واحد من الصحفيين
شهرين نشر فيديو ليه وهو ماسك الحاجات البنك اللي كانت في شنطته، وبسبب الفيديو ده الناس بيتنمروا عليه في التعليقات، وبتنقسم الناس لجزئين، جزء منهم بيشك انه ألوان، وجزء تاني بيشوف انه مريض نفسي ولازم يتعالج. فبيحزن هيون بسبب كلام الناس عليه، وبيقرر يعتزل العالم وما يتعاملش مع حد تاني. وتاني يوم بتزوره ايون وبتقوله انه جرح مشاعرها لما مشي وسابها لوحدها في الفندق، فبيعتذر لها وبيصدمها وبيقولها انه بيفكر يوقف العلاج، وبيقولها انه شايف ان العلاج مش هيعمل اختلاف وهو مش حابب يتعلق بأمل كذاب. فبتحاول ايون تقنعه ان العلاج هيجيب نتيجة مع الوقت، لكنه مش بيصدقها وبيصمم انه ما يكملش العلاج. فبتتضايق وبتمشي وتسيبه. واثناء ما هي ماشية بيجي لها اتصال من سونج وبيطلب انه يقابلها، فبتوافق لانها متضايقة ومحتاجة تتكلم معاه. وبيتفاجئ لما بتلاقيه بيكلمها عن ذكرياتهم مع بعض، وبيعترف لها انه مش قادر يتجاوز حبه ليها. وفجأة بيخرج خاتم وبيعرض عليها الجواز، وبيوعدها انه مش هيتغير لو هي وافقت تتجوزه، وبيوعدها انه مش هيتضايق منها تاني وهيكون لطيف معاها. والغريب ان ايون بتوافق وبتقوله انها مبسوطة لانه بيحاول طول الوقت علشانها، وبتتفق معاه انها تديله فرصة تانية علشان يثبت حسن نيته. وفي الوقت ده بيقعد قاعدة مع نفسه وبيقرر يغير حياته ويكمل الجامعة اللي سابها بسبب تنمر صحابه عليه، ومش بيضيع وقت. ومن تاني يوم بيروح يقدم في الجامعة وبيبدأ يذاكر ويقضي اغلب وقته في الدراسة، ويستمر على كده لحد ما بيجي وقت الامتحان. وبيفرح قوي لما بيجي يوم النتيجة وبيكتشف انه نجح، وبيبعت رسالة لإيون وبيعرفها انه خد السنة اللي كانت فاضلاله في الكلية. وبعد كده بيروح يقابل العرافة وبيعرفها انه قدر ينجح في امتحان الجامعة. فبتقول له شفت مش قلتلك حياتك هتتحسن وما كنتش انت مصدقني؟ فبيسكتها وبيقول لها انت عرافة فاشلة على فكرة، وبيعرفها ان حياته ما اتحسنتش غير من الناحية الدراسية. وبنروح لإيون اللي بتقرر تستقيل من شغلها، وده لانها فقدت ثقتها في نفسها بعد ما فشلت انها تعالج هيون. وبيحاول مديرها يقنعها انها ترجع في قرارها، لكنها بترفض وبتعرفه انها خدت قرار ومش هترجع فيه. وبتودعه وبتمشي، وبتتفاجئ لما بتشوف هيون موجود قدام المستشفى وبيتكلم معاها هيون، وبيعرفها انه رجع للجامعة ونجح في الامتحان. وبيعرفها كمان انه قدر يعمل ده لانه اتحسن بفضل علاجها ليه، وبيعتذر لها لانه ما حاولش يقابلها خلال الكام شهر اللي فاتوا. وفي اثناء ما هو بيتكلم معاها بيجي سونج وبيلاحظ هيون ان في خاتم في ايد سونج وبيكون شبه الخاتم اللي في ايد ايون، وبيفهم انهم اتخطبوا وبيتضايق وبيستأذن منهم وبيسيبهم وبيمشي، وما بيكونش فاهم هو ليه اتضايق على الرغم ان هو اللي قرر يبعد عن ايون. وبعد كده بنشوف ايون وهي بتختار عفش الشقة بتاعتها هي وسونج، وبيكونوا خلاص قرروا انهم هيتجوزوا. وبيبان ان ايون مش سعيدة وبتعصر على نفسها ليمون عشان تقدر تكمل الموضوع. وبنرجع لهيون اللي بيكون قاعد في الطريق وبيشوف كلب اسود وبيكون صاحبه حضنه، فبيبص للكلب بحزن وبيقول له حتى انت لقيت اللي يحضنك وانا لحد دلوقتي مش لاقي حد يحضني. وبينهار من البكا وبيتضايق اكتر لما بيفتكر ان حياته بائسة لدرجة انه بيحقد على كلب. وبيرجع بيته وهو حزين وبيتمنى لو تحصل اي معجزة تخلي حياته تتحسن. وتاني يوم سونج بيلاحظ ان ايون متضايقة وسرحانة اغلب الوقت، وبيعرض عليها تخرج معاه عشان تغير جو، لكنها بترفض وبتقوله انها مش حابة تخرج. فبيشك سونج ان الموضوع له علاقة بهيون، لكنه بيكذب نفسه. وفي نفس الوقت ده بيروح هيون انترفيو لاول مرة في حياته، ولما بيسأله المدير عن السبب اللي خلاه ما يشتغلش في اي شركة قبل كده بيتردد وبيكون محروق منه، لكنه بيقرر يقوله الحقيقة. وبيعرفه انه ما كانش عنده ثقة في نفسه عشان كده ما كانش عارف يقدم في اي وظيفة، وبيتكلم بكل ثقة. وبنلاحظ ان لبسه طبيعي جدا ومفهوش اي حاجة بينك، وبنفهم ان هوسه بالبنك بيقل بالتدريج. وبيتكلم المدير معاه وبيسأله عن السبب اللي خلاه يجمع شجاعته ويقدم في الوظيفة، فبيسكت كده وبيجمع شجاعته تاني وبيعرفه انه اتعالج، وبسبب كده قدر ياخد خطوة زي دي. وبيتقبل هيون في الوظيفة بعد كده لان المدير عجبه صدقه. وبالليل هيون بياخد ورد وبيروح قدام بيت ايون علشان يشوفها ويشكرها على مساعدتها ليه. وفجأة بيشوف اخت ايون وبيكون باين على شكلها انها خايفة، وبتعرفه انه ايون فاقدة الوعي وبتطلب منه يساعدها. فبيقلق هيون على ايون وبيروح مع اختها بسرعة. وبعد كده ايون بتفوق وبتلاحظ نفسها في المستشفى وسونج موجود جنبها، وبنعرف انها فقدت الوعي، وده لانها نزلت لحمام السباحة عشان تدور على الخاتم اللي ضاع منها. وبيلومها سونج لانها عملت كده وبيقول لها انه هيجيب لها خاتم تاني، فبترفض وبتقول له انها عايزة نفس الخاتم. وبتعرفه ان الخاتم ده مهم قوي بالنسبة لها. وبيكون هيون واقف بعيد وبيسمعهم وبيروح لحمام السباحة اللي الخاتم ضاع فيه، وبيقرر يدور عليه. وبيكون خايف في البداية لانه مش بيعرف يعوم، لكنه بيقرر يتشجع علشان خاطر ايون، وبينزل المية وبيفضل يدور على الخاتم. وبعد معاناة بيقدر يلاقيه وبيرجع تاني المستشفى، وبيروح الأوضة اللي ايون فيها وبيلاقيها نايمة، فبيحط الخاتم جنبها وبيمشي قبل ما تفوق وتشوفه. وبعد فترة قصيرة ايون بتفوق وبتلاقي الخاتم جنبها، فبتستغرب كده وبتعتقد ان سونج هو اللي جابه لها لما قالت له انه مهم بالنسبة لها. وبنروح لايون اللي بيكون ماشي في الطريق زي اي مواطن كوري بسيط، وبيتصدم لما بيلاقي شخص غريب بيطارده، وبيروح يستخبى منه وهو خايف ومش بيكون فاهم هو بيطارده ليه. وفجأة الشخص ده بيقرب منه
منه وبيعرفه بنفسه وبيقوله انه اسمه يونج، وبيصدمه للمره التانية في نفس الدقيقه وبيقوله انه معجب بيه. فبيبصله هيون كده وبيشك فيه وبيقوله معجب بيها ازاي يلا، وبيكون قلقان جدا لان الدنيا لبش اليومين دول صديقي الجميل ما انت عارف. فبيعيط يونج بتأثير كده وبيعرفه انه شاف الفيديو بتاعه وهو بيقوله انه ما غلطش لما حب اللون البينك، وبيعرفه ان هو كمان بيحب اللون البينك زيه بالظبط، وبيقوله انه عايش في معاناه بسبب نظرات اللي حواليه ليه، وبيديله هديه وبيشكره لانه بسببه اتشجع وقرر يواجه اي حد يتنمر عليه. فبياخد هيون الهديه وهو مبسوط وحاسس انه بطل كده. ولما بيرجع البيت بيفتح الهديه وبيتفاجئ لما بيلاقيها عباره عن دميه لسوبرمان، وما بيكونش مصدق انه اثر في حياه حد للدرجه دي وانه شايفه بطل خارق كمان. وتاني يوم بيروح هيون يقابل سونج وبيقوله ان هوسه باللون البينك خف بسببه وبسبب مساعده ايون ليه، وبيطلب منه يسمح له انه يقابل ايون علشان يشكرها بنفسه ويعرفها انه اتعالج بشكل تام. فبيسرح سونج كده وبنكتشف ان ايون رفضت تتجوزه، وده لانها بتحب هيون، وبتكون ايون اعترفت لسونج بالحقيقه وهو قدر ده بالرغم من انه قلبه اتكسر. وبنعرف انهم تظاهروا قدام هيون انهم مخطوبين علشان يتحرك شويه ويعترف بمشاعره لايون. وبيحكي سونج لهيون الحوار اللي حصل بينه هو وايون يوم ما تقدم لها، وبينصحه بانه يتقدم لها قبل ما تضيع من ايده. هو بيتفاجئ هيون من الموقف اللي اتحط فيه ده ومش بيكون عارف يعمل ايه، وبيلاحظ سونج انه لسه متردد. فبيقول له هو انت لسه هتفكر يالا روح وما تضيعش وقت، وبيفضل يشجعه لحد ما بيمشي فعلا. وبنروح بقى لايون اللي بتروح تراجع كاميرات المراقبه علشان تعرف مين اللي طلع الخاتم من الميه، وبتتصدم لما بتكتشف ان ايون هو اللي عمل كده. ولما بتركز في الفيديو بتتصدم، وده لانها بتكتشف ان في جروح على جسم هيون، وبتفتكر اليوم اللي هيون انقذها فيه من لوح الازاز اللي كان هيقع عليها، وبتفهم ان الجروح دي حصلت لهيون بسبب الازاز اللي وقع عليه. وبتجمع كل الاحداث اللي حصلت اخر فتره، وبتفتكر لما هيون رفض يقلع وهو نازل حمام السباحه واتحجج بانه بيتكسف، وبتعرف انه عمل كده عشان هي ما تشوفش الجروح وتحس بالذنب. ومن بعد اللي هيون بتكتشفه حبها لهيون بيزيد، وبتتصل بيه وبتطلب منه يقابلها. وبالليل بتروح ايون تقابل هيون وبتفرح لما بتلاقي جايب لها ورد معاه، وبتفهم انه قرر يعترف بمشاعره ليها، وبتكون مستنيه يديها الورد ويعترف بمشاعره، لكنه بيقف مكانه وبيبقى متوتر ومكسوف. وبعد معاناه بيقول لها بص من الاخر انا بحبك وعايز اتجوزك واكمل حياتي معاكي. وبيقرب منها وبيديها الورد وبيعرفها انه كان بيحبها من وقت ما كانوا في الثانوي، وبيعترف لها انه عمره ما حب حد غيرها، وبيعرفها انه لما ارتبط عمل كده علشان يحاول ينساها لكنه ما قدرش ينساها، ومن وقتها قرر انه مش هيرتبط تاني خالص. وبيقولها انه كان بيعاني لما بعد عنها اخر فتره، وبيطلب منها ما تبعدش عنه تاني، وبيبص لها وبيكون مستني ردها، لكنها البومه بتفضل ساكته وفجاه بتقرب منه وبتعمل له تنفس صناعي. فبيفهم هيون انها وافقت وبيكون مبسوط جدا. وبعد سنه بنشوف هيون وهو بيحضر حفله لم الشمل مع اصحابه، لكن المره دي بتكون مختلفه ومش بيكون مهزوز وخايف زي المره اللي فاتت، وبيتفاخر قدامهم بالشركه اللي اتعين فيها والمرتب اللي بياخده. وبنلاحظ انه بقى يلبس بدل عادي وما بقاش يلبس اي حاجه بينك. وبعدها بيروح ياخد يوم من الشغل وبيمشي وهو ماسك ايدها، وبيرجعوا للبيت عشان يحتفلوا بمرور سنه على جوازهم. وفي اخر مشهد بقى صديقي الجميل بنشوف هيون وهو ماشي بثقه وبيتكلم عن الصعوبات اللي مر بيها في حياته، وبيكون مبسوط بالتغير اللي حصل له، وبيعترف انه بقى بيحب طريقه لبسه الجديده. وطبعا كلكم عندكم فضول علشان تعرفوا اذا كان هيون اتعالج ولا لا، واحب ابشرك صديقي الجميل واعرفك ان هيون اتعالج وبقى عايش حياه زوجيه سعيده جدا. وبينتهي المسلسل، وفي النهايه ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه وتفعل كمان الاشعارات عشان توصلك فيديوهاتنا اول ما تنزل. سلام.